اليوم إحنا مع حكاية جديدة وقصة جديدة، وكل قصة تروى بعد الصعوبات والمعاناة، واليوم حكاية جديدة وتكللت بالنجاح. هذا البرنامج برعاية ملحمة ومسمكة الأمل. الطبخة رح تكون ناقصة إذا ما كان اختيارك إشي من عنا، سمك، دجاج وبهارات وغيره. زورونا مرة وجربوا، وهيك رح تكونوا زباين كل مرة. معنا الأخ والأستاذ أبو سعد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وحياك الله يا عمي في البلدة القديمة بالخليل. اليوم رح نعرف أكثر عن العودة للرمال الملونة. في البداية مين أبو سعد؟ الاسم الشخصي محمد سعد محمد العواودي، سكان دور الخليل، العمر 60 سنة، مواليد 1965 يعني. الحرفة اللي أنا بشتغل فيها هي الرسم بالرمل داخل الزجاجات، داخل الزجاجات طبعا بالرمال الملونة، عمل رسومات وكتابات بداخل هاي الزجاجات. هاي الحرفة طبعا أصولها إنها حرفة فلسطينية بدأت في منطقة القدس قبل أكثر من 500 سنة، اللي بدأ فيها واحد أرمني. بعد هاي الفترة في خلال 48 سنة 48 الناس اللي كانوا يشتغلوا بهذا الشغل اتهجروا كلهم لمنطقة الأردن ولمصر وطلعوا من هالبلد. أنا واحد من الناس اللي حاولت أتعلمها برا البلد وأرجعها لهاي البلد لبلدها الأصلي. طيب إذا متابعينا مثل ما عم نشوف حاليا هاي الفكرة الرسم داخل الزجاج مع الرمل. طبعا واحنا صغار اكيد كل فلسطيني عاش هاي التجربه، كنا نروح على رحل، كنا نشوف داخل الزجاج يتم كتابه الاسم، وطبعا باسعار مناسبه وقليله للجميع. طبعا احنا رح نسال اليوم ابو سعد كيف اجتك الفكره، كيف بلشت فيها، وهل من المهم ان يكون عندك هوايه الرسم؟ شوفي، هوايه الرسم بتساعد، بس أنا بالنسبة لي تعلمت هاي الشغلة، تعلمتها من خلال دورة اللي هي دبلوم سنتين في الكلية العربية في الأردن. يعني معي شهادة جامعية في هذا الحكي، ما هو من السوق مثلا أو إني تعلمتها من شخص ثاني. بس الحمد لله ربنا قدرني على إني كمان أعلمها لأولادي. أولادي بيشتغلوا في هذا الشغل وبيقدروا يشتغلوا يمكن أحسن مني، يعني ما بدي أقول شيء ثاني. يعني انت بتحكي عن كم سنه يعني لك بالمجال؟ 83 يعني 43 سنه. 43 سنه بنحكي متابعينا من العمل وفي الصناعه المميزه، الكتابه او الرسم داخل الرمل وفي اطار الزجاجي. هاي المهنه واجهتك تحديات في البدايه؟ هل في احد يعني خبرك او حدثك بانه شو بدك في هاي الشغله؟ لا طبعا في ممكن تواجه هيك شيء. تفضل. اولا بالنسبه للتحديات، انا اول ما فكرت ان اتعلم هاي الشغله رحت لناس يعلموني اياها مواقف، وعن طريق الصدفه انه صارت الكورس اللي كان موجود بالكليه العربيه عن طريق الصدفه، لانه في ايامها الملك حسين دخل على العقبه وشاف العالم كيف بتشتغل في هذا الشغل، وفتح الدوره هاي لمده سنتين فقط لا اكثر ولا اقل. يعني لو تروح تدور على هذا التخصص في الأردن على سبيل المثال في الأيام الحالية، أنا بقول لكم ما راح تلاقوه. هاي شغلة ثانية بالنسبة لأنه تحدي إنه ناس يقول لي مثلا غير مجدي، ناس يقول لي هذا شغل حرام كمان زادي، مع إنه التجسيم هو اللي حرام. أنا سائل التجسيم هو الحرام، ما هو الرسم بالرمل اللي حرام. والحمد لله رب العالمين، خلينا نقول إنه من وراء هاي الشغل الامور الماديه مستوره. وعليكم السلام. من ايام الكورونا لحد اليوم طبعا الوضع الاقتصادي على كل فلسطين بشكل مش طبيعي، انه قليل شويه، والف الحمد لله رب العالمين انه ماشي امورنا فيه. دائما الانسان لازم يكون عنده هدف، عنده ابداع شو ما كان، والحمد لله انه اهم شيء ما يكون حرام، يعني اهم شيء يكون شيء حلال. الله يبعدنا عن الحرام يا رب. ابو سعد بيجي من دوره، متابعينا بيجي من دوره للبلده القديمه لحتى يظهر ابداعه في الرسم من الرمل، وطبعا الابداع خرافي وراح تشوفوا انتم كمتابعين من الصور. شو السبب اللي بيخليك تيجي من دوره للبلده القديمه بشكل يومي؟ خلينا نحكي. اول شيء دعم صمود الناس المتواجدين في البلده القديمه. للاسف انه عندنا ناس كثير من سكان الخليل واهل المنطقه القديمه في البلده في السوق القديم
هاجروا محلاتهم ونقلوا لمناطق ثانية. طبعا في مضايقات من الجيش ومن المستوطنين في هذه المناطق، احنا ما بننكر هذا الحكي، بس بالمقابل الصمود واجب على كل بني ادم يتواجد في هاي المنطقة. ويا ريت يا ريت لو يجونا زوار من خارج هاي المنطقة كل الفترة اللي تكون الناس متواجدة وتحاول تحيي هذه البلدة لما كانت عليه قبل 20-30 سنة. هاي رسالة بنوصلها لكل حد بيسمعنا، وصوت من البلدة القديمة. زيارة أكيد رح تورجيكم جمال مش طبيعي وأسعار مناسبة، يعني مش مبلغ كبير. اليوم لو سألنا أبو سعد بعد الإنجاز والأشياء الجميلة اللي عم نشوفها، كتابة الأسماء بالرمال الملونة أو الرسم بالرمال الملونة وعدة أشكال وألوان، شو طموحك؟ أنت أعطيت الوجهة لأبنائك، تمام؟ شو طموحك ما بعد هذه الإنجازات؟ اولا انا بتمنى انه يكون في ناس كثير بيشتغل في هاي الحركه، مش بس انا وولادي. هاي رقم واحد. رقم اثنين، اي مشروع بده الواحد يعمله الهدف منه انه يكون عنده دخل كافي له لعائلته، يكون بشكل مستور خلينا نحكيها. والحمد لله رب العالمين هاي الحرفه بتدخل دخل اللي يكون وضع البني ادم مستور. يعني ما بنقول انه والله الدخل فيها قليل جدا ولا كثير جدا، يعني ما بنوصل مرحله الغنى ولا بنوصل مرحله الفقر. الحمد لله تستر امورنا في هاي الظروف التعيسه على الشعب الفلسطيني بشكل عام والظروف الصعبه بشكل عام. نعم، قليل دائم خير من كثير زائل أو منقطع. واليوم نحكي عن حب للمهنة وبالإضافة للمادة، يعني لوجود مادة أو ممكن توفير فرصة عمل له لأبنائه والحصول له على مبلغ قليل من المال. أبو سعد، رسالة أخيرة خلينا نوجهها لكل المتابعين. وشوفوا الجمال، هاي الألوان، الرمل باللون الأزرق، باللون الأورانج، في ألوان كثيرة متعددة هون وبأحجام مناسبة. خلينا كمان نعطي فكرة للمتابعين الأسعار من إلى، ورسالة أخيرة. نتمنى إنه كل الناس تيجي تزور هاي المنطقة وتيجي تصلي في الحرم الإبراهيمي وتزور البلدة القديمة في السوق القصبي وسوق خزق الفار وكل هاي المناطق اللي موجودة في داخل البلدة القديمة، دعم لصمود الناس اللي متواجدين في هاي المنطقة. بالنسبة للأسعار يعني عندي من 10 شيكل ل 500 شيكل. نعم. معلش بدي أتحرك من محل أدي الكويس. هاي في عندي الحجم هذا مع الأسماء جواها، هاي ب 10 شيكل. في عندي الأحجام اللي زي هيك 25 شيكل، في أو زي هيك كمان، في عندي زي هيك 35 شيكل الحجم هذا. تمام، يعني لو حد بيتابعنا وشاف الجمال هذا كله بإمكانه إنه يشتري من الأخ أبو سعد من أي حجم أو أي لون، شو أنت بتختار، التوصيل متوفر إذا أنت بدك، وكيفية الاتفاق. طبعا عندك صفحة فيسبوك؟ عندي صفحة تيك توك وفيسبوك اسمها كمشة رمل. هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة ولنهاية القصة، حكاية فلسطيني مع أبو سعد العواودة من دورة للبلدة القديمة ومن قلب مدينة الخليل. أجمل رواية والفن والإبداع شفناه بالزجاج، وتشوفوا أكثر في حال زرتوا الصفحة عبر الفيسبوك والتيك توك كمشة رمل، أو زرتوا موقعهم في البلدة القديمة.